مناقشة ما أثير حول هذا الفيلم ينضم إلينا في الاستوديو عماد الدين السيد مخرج فيلم العساكر. رحب بك عماد. اهلا وسهلا. وكذلك ينضم إلينا الأستاذ سلام عبد الحميد الناقد الفني. رحب بك معنا أستاذ سلام. أبدأ معك عماد بالطبع. من ضمن ما وجه من انتقادات من وسائل الإعلام المصرية حتى بعض أعضاء مجلس النواب في مصر، لماذا مصر؟ يعني لماذا اخترت جيش مصر تحديدا من ضمن جيوش العالم كلها أو حتى الجيوش العربية لتصنع عنه فيلما؟ طيب، هو بس في حاجة في الأول لازم تتقال. هو الناس يعني في حملة ضخمة جدا قامت على الفيلم، وبدأت الناس تتكلم على فكرة ليه مصر وليه جيش مصر وهكذا. هو الفيلم أصلا ما بينتقدش جيش مصر، والفيلم مش ضد جيش مصر. يعني حتى كان بعض الهاشتاجات اللي طلعت اللي هو التجنيد الإجباري شرف أو العسكرية المصرية شرف. الفيلم أصلا مش ضد ده. المشكلة ان محدش شاف الفيلم اصلا. يعني الناس بادئه على كل ده على البرومو على 50 ثانيه. فكل الافتراضات على ان احنا اللي عاملين فيلم نهاجم فيه الجيش المصري، عاملين فيلم عاوزين ننتقد به الجيش المصري او نوقعه او دي كلها قايمه على تصور خاطئ على البرومو، مش على الفيلم. فانا شايف بس ان الناس محتاجه تشوف الفيلم عشان تفهم ان الفيلم ده مش معمول ضد الجيش. الفيلم ده معمول من اجل معلش يا عماد، هو البرومو هو اللي سبب الصدمة، ولا أنت متوقع لا إن الموضوع حتى غير البرومو كان يعني الموضوع في استهداف بشكل أو بآخر؟ يعني يمكن انا مش شاطر قوي في السياسه يعني في الدهاليز السياسيه دي. بس في احتمال ان رده الفعل كانت مبالغ فيها جدا جدا. يعني حتى يعني كان ممكن يستنى شويه لحد ما الفيلم ينزل. بس يعني يستنى 3 ايام، قال مثلا انتقد شويه، قول ما يعني لو الفيلم هينتقد الجيش المصري فاحنا هيكون لنا رد الفعل الفلاني. بس هو خلاص هو اعتبروا ان الفيلم ضد الجيش وضد وهكذا. بس فاعتقد ممكن يكون في هدف ان الغرض مش الفيلم، الغرض ان احنا نهاجم مثلا الجزيره بسبب التغطيه الاخباريه بتاعتها لمصر. مش عارف. بس هو حتى لو افترضنا ان الكلام قايم على اساس ان الفيلم بيهاجم الجيش المصري، ودي ردة فعل قوية جدا عشان يعني لان الجيش المصري ده من اكبر الجيوش العربيه، وهو في وجدان كل مصري، وكل حد في مصر دخل التجنيد او ليه اخ دخل التجنيد او ليه صاحب دخل التجنيد. فالافتراض ده اصلا خاطئ. الفيلم مش بيهاجم خالص الجيش المصري ولا بينتقد فكرة التجنيد الإجباري اطلاقا. كلمه التجنيد الاجباري، بص اقول لك حاجه عشان هو يمكن الناس قالت حكايات التجنيد الاجباري في مصر، فالناس افتكرت ان احنا بننتقد التجنيد الاجباري. انا مثلا لو انا ابني مثلا راح المدرسه، انا مش متجوز بس انا بقول يعني مثلا لو انا مثلا ابني راح المدرسه وبعدين المدرس ضربه فكسر ايده مثلا، وحصل ده مثلا مع كذا تلميذ تاني، فواحد قال لك بص التعليم في مصر بقى عامل ازاي. هل ده معناه ان هو بينتقد التعليم ولا بينتقد بعض الممارسات داخل المدارس؟ هو بالظبط الفكره كده. الفكره ان احنا عملنا فيلم لان في بعض المشاكل اللي بيتكلم عليها الناس كلها. كويس. انت هنا بتنتقد ولا بتعرض؟ بعرض فقط. حقائق. انا مش يعني هو الفيلم حتى الناس لما تشوف الفيلم، احنا كل قصه في الفيلم لما جينا نحطها في الفيلم، القصه دي كل مصري انا اراهن ان كل المصريين عارفين كل قصه موجوده في الفيلم. عارفين حكايات العساكر مع صف الضباط، عارفين الفرق ما بين ميس الضباط وما بين ميس العساكر، عارفين اللي هو المكان اللي بياكل فيه اللي هو المطعم يعني، او مش الكانتين، لا، اللي هو المطعم اللي بياكل فيه العساكر والمطعم اللي بياكل فيه عارفين الفرق ما بين فكره الرمايه وفكره لم الفوارغ، ومش شرط ان انت تنشل على البتاع. مفيش قصه في الفيلم. يعني بص عشان اقول لك، احنا عشان نسجل الفيلم ده سجلنا، يعني انا قعدت مع مش عاوز اقول بس يمكن مئات العساكر، سواء ان انا بقابلهم مقابله شخصيه او ان انا بتكلم معاهم او ان انا بقعد اقرا كل الكلام المكتوب على الانترنت وهكذا. مفيش قصه واحده اتحطت في الفيلم الا يعني جت بالتواتر. يعني سمعتها من عشرات الناس. انت اخذت قد ايه في صناعه هذا الفيلم؟
اكتر من سنه، يعني حوالي أكثر سنه من سنة وأنت وشهر شغال. وشهر. طيب أنا هرجع للتفاصيل مرة أخرى، لكن أستاذ سلام، تعتقد فكرة فيلم لم يعرض عرض ليه برومو 50 ثانية، لماذا يثير كل هذه الضجة على المستوى الرسمي والإعلامي والسياسي في مصر؟ طبيعي، يعني فيلم أنتجته الجزيرة وهتعرضه بيتعرض للتجنيد سواء بالسلب أو بالإيجاب، الموضوع منتهي تماما. احنا في حملة قائمة مستمرة من 10 سنين يمكن، من قبل الثورة حتى، ضد الجزيرة في مصر. يعني فرصة ان احنا نهاجم الجزيرة ونقول ونقول ونقول، لكن الهلع المرة دي مش طبيعي. يعني فعلا هلع. ربما انه الفيلم المرة دي موجه للمؤسسة الأساسية، مش قبل كده كان في افلام اتعملت بنفس الشكل، اخرها فيلم البي بي سي اللي من 7-8 شهور، بس كان عن الامن المركزي. نعم. اللي هو الشرطه. في الاخر هم مجندين، لكن تحديدا في ابريل في مارس من هذا العام. كان في مارس بالظبط. كان فيلم كويس جدا، وفيلم جيد ومخدوم جديد. ومشغلين عليه كويس، لكن وكان فيه هجوم عليه على فكره، وكان فيه هجوم على البي بي سي كمان في بس الإعلام مش بهذا المصري. الشكل ابدا. المره دي في حاله من الهلع، خصوصا انه قبل عرض الفيلم. ده حقيقي ان عموما المؤسسات في مصر تابوهات، وخصوصا المؤسسه العسكريه او المؤسسه الشرطيه، لا احد يستطيع ان هو يقترب منها حتى في الدراما العاديه، الدراما المصريه. ده حقيقي. ده اكيد. احنا عندنا تاريخ طويل من التابوهات الموجهه ضد الدراما، السينما تحديدا، ثم مؤخرا التلفزيون. يعني العسكر او الجيش او الشرطه بتستخدم الدراما من بدري جدا. يعني ناس كتير في مصر حافظه كويس قوي افلام اسماعيل ياسين. اسماعيل ياسين في الجيش، اسماعيل ياسين في الاسطول، اسماعيل ياسين في الطيران، وغيره وغيره وغيره. ودي كانت افلام بتصنع بشكل مدروس وممنهج. الجيش كان ترويجيه مباشره، بشكل مباشر، وكان بدعم مباشر من الجيش. مؤخرا اصبح الموضوع بيشتغلوا عليه بطريقه مختلفه، حتى انه الجيش المصري عنده اداره خاصه اسمها اداره الشؤون المعنويه، بتشتغل على الحاجات دي. افلام زي الفيلم اللي حضرتك عرضته ده من انتاج الشؤون المعنويه. لكن كان في بعض الاختراقات للموضوع ده. يعني البريء مثلا. البريء هو النموذج الاشهر، لكن في نماذج مهمه كتير كمان. البريء، الحاله بتاعت احمد سبع الليل المجند، اللي اكتشف انه كل اللي بيقولوا له الضباط غلط او معكوس او يعني مضلل في نهايه الفيلم. لكن كمان في واقعه مهمه جدا بتدلل على انه في تابوهات في البريء نفسه. نهايه الفيلم اختفت. صحيح. بلجنه وزاريه مشكله من وزير الدفاع. فيلم المشير ابو غزاله، ثم اللواء احمد رشدي وزير الداخليه، ثم الاستاذ الاكاديمي الكبير وزير الثقافه احمد هيكل. الثلاثه قرروا انه الوقت غير مناسب للنهايه. تحذف نهايه الفيلم. النهايه كانت انه احمد سبع الليل بيمسك سلاحه وبيضرب الضباط، بيقتلهم. صحيح. ويقتل بعد ذلك. طبعا. الفيلم ده بطوله احمد زكي، وحيد حامد، وعاطف الطيب. صحيح، سنه 86 بالظبط. لكن كمان في نماذج مهمه كتير الناس ما بتاخدش بالها منها، يعني حتى لو كوميديه، عسكر في المعسكر، عبود على الحدود. لكن في نموذج مهم جدا للمجندين، طالما بنتكلم عن العساكر، كان في الارهاب والكباب. صحيح. اللي عمله اشرف عبد الباقي، الخاص باشرف هو مهم جدا، وفي جمله محدده واضحه بتحدد تقريبا كل الموضوع. طيب. الخاص بالعساكر. سأعود اليك سلامه، لكن مما سمعته عن الفيلم، طبعا لم نشاهده، ان انت استخدمت فيه عماد مشاهد تمثيليه. هنا الحقيقه البعض بيقول لا، احنا كده امام فبركه بشكل او باخر. فكيف كان توظيفك لهذه المشاهد؟ هو اولا فكره استخدام مشاهد تمثيليه ده شيء عادي، يعني ده شيء بيستخدم في كل الافلام العالميه وفي حتى الافلام العربيه كمان. الجزيره هتعمل فيلم عن الحروب الصليبيه هيذاع في الغالب الاسبوع ده كله مشاهد تمثيليه. وحتى كمان يعني ده شيء عادي جدا ما دام انت بتنوه وبتوضح ان ده مشهد تمثيلي. بس هو احنا يعني من وجهه نظر فنيه بحته، انا كان عندي مشكله في الفيلم كل العساكر والضباط وصف الضباط وشوشهم هتطلع مخفيه، لانه ما ينفعش. تعرف في مصر في رقابه قويه جدا. فانا عندي شاشه. طبعا احنا حاولنا نعالج الموضوع بشكل فني بحيث ان الصوره حتى هم بيتكلموا تطلع حلوه جدا. بس هو في النهايه ما ينفعش اطلع حد وشه مظلم وبيتكلم عن بس قبل النقطه دي، هو انت ليه كمخرج انت كمخرج بتلجأ لفكره المشاهد التمثيليه داخل فيلم وثائقي؟ ما انا بتكلم في انا بتكلم في النقطه قبل ان تكمل، نحن على النافذه الاخرى على شاشه الجزيره مباشر نعرض للقطات من واحد من اشهر الافلام للممثل عادل امام، وهو فيلم الارهاب والكباب. وكان الممثل المصري اشرف عبد الباقي يقوم بدور مجند في الامن المركزي، ويستخدم
كسخرة أو ما يعرف فيه عند المصريين بالسيك، المجند السيك. في فقره في الفيلم عن العسكري السيكا. عن العسكري السيكا، عسكري السيكا. شغالين على ده. يعني احنا سجلنا مع عسكري سيكا مم. وكلمنا عن الوضع بتاعه في الجيش وهكذا، وحتى كمان صورنا عساكر وهي بتطلع تجيب الانابيب للضباط وهم بيطلعوا احنا ايضا بنعرض لقطات من فيلم البريء اللي هو كان بطولة اخراج عاطف الطيب وسيناريو وحوار وحيد حامد وبطولة الممثل المشهور احمد زكي رحمة الله عليه، وده كان عام 86 ومنع لفترة من العرض سواء في السينمات او على شاشة التلفزيون المصري. نعود هو فكرة اللجوء للمشاهد التمثيلية بيكون لان انت ما عندكش المشاهد الحقيقيه، يعني هو في النهايه انت صعب ان انت تجيب مشهد لتجدير العساكر مثلا ومفيش حد هيخليك تدخل تصور، بس الفكره ان ده بيحصل كتير جدا. ايه بقى فكره المصداقيه هنا؟ الفكره ان القصص اللي هتتحكى في الفيلم كل الناس عارفينها، يا اما انت دخلت الجيش، يا اما اخوك دخل الجيش، يا اما قريبك دخل الجيش، يا اما غيرك دخل الجيش. فانا مش هقدر افبرك حدوته كل المصريين عارفينها. يعني انا دلوقتي لما كل المصريين عارفين ايه دخلوا الجيش وعارفين التجدير وعارفين مثلا 6 استعدوا و9 استعدوا والشوايه والكلام ده كله، لما انا اجي اعمل مشهد تمثيلي عن ده مفيش حد هيطلع يقول لي انت بتفبرك، لان الناس كلها عندها ده. لكن جنب المشاهد التمثيليه اللي انت استعنت بيها، هل فعلا جبت نماذج حقيقيه مروا بتجربه الجيش واستعنت بيهم في هذا الفيلم؟ قصدك يعني ايه؟ يعني جبت واحد يتكلم معاك في الفيلم هو دخل الجيش وهو مر بتجربه. هو الفيلم كده، الفيلم فيه حوالي 20 شخص سجلنا معاهم. 20 شخص ضباط وصف ضباط وعساكر. ودول هيظهروا في الفيلم؟ لا، وشوش مخفيه والاصوات متغيره، يعني حتى ده كمان كان من ضمن المشاكل الفنيه اللي عندنا. ما هو البعض ممكن يتهمك هنا يقول لك برضك انتوا بتفبركوا، مين دول اللي انت جايبه؟ بالظبط. اللي بيني وبينه ايه؟ ان هل القصه اللي بتتحكى دي المصريين اللي دخلوا الجيش او اللي قرايبهم دخلوا الجيش عارفين القصه دي بتحصل ولا لا؟ فانا بقول لك انت لما تشوف الفيلم، لو انت ما دخلتش الجيش روح اسال صاحبك اللي دخل الجيش، قول له الكلام ده بيحصل. طبعا انت لجأت لفكره ان الوجه لا يظهر وتغيير في الصوت خوفا على مصير طبعا عشان لا يتعرضوا لاي مشاكل، لان النظام يعني النظام المصري عنده مشاكل في فكره الرقابه، يعني هو يعني لا يسمح حتى في الكلام البسيط جدا، وده مش موجود الا في دول قليله يعني. نعم، انا كنت اتمنى ان انا كل الجيوش تعمل كده. اواصل معاك الحوار، لكن الفيلم يكاد يكون هيبتدي بعد يمكن دقيقه او اكثر قليلا. اشكرك شكرا جزيلا عماد الدين السيد مخرج فيلم العساكر، بالتاكيد سيكون لنا حديث بعد عرض الفيلم في ايام اخرى، وكذلك سلام عبد الحميد الناقد الفني. مشاهدينا الكرام اذكركم مره اخرى بان الفيلم